السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع أخوكم هاني الشريف، صاحب صفحة هاني الشريف اتش على الفيسبوك. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا. طبعا حضراتكم انا فاتح بس مباشر دلوقتي عشان خاطر اشكر حبايبي واصحابي واصدقائي المتابعين كلها اللي عندي على صفحتي. الحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبركة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، انا وصلت ل240 ألف متابع من الاشخاص المحترمين، الاشخاص المتابعين اللي انا بحبهم لله في الله. ناس كتيرة جدا بتسألني وبتقولي يا استاذ هاني، ايه يعني قصة الصفحة بتاعتك؟ ادينا اي حاجة، يعني فهمنا الصفحة بتاعتك بتحكي عن ايه، محتواها ايه. انا بقول لحضراتكم ان الصفحة بتاعتي بعد ما حاولت كتير من عمل محتوى صناعة تكنولوجيا، اي حاجة تفيد الناس برضك، وللأسف انا فشلت. عملت قناة على اليوتيوب وكنت عامل صفحة برضك متنوعة لهاني الشريف، وكنت بنزل عليها تكنولوجيا، اصلاح موبايل، اصلاح شاشة، اي حاجة تفيد الناس. فطبعا اللي مش جايبه معايا اي حاجه القناه، ويا ريت اللي عايز يدعمني على قناتي على اليوتيوب باسم هاني الشريف اتش برضك. لو بحثت على اليوتيوب باسم هاني الشريف اتش وعايز تدعمني وتعمل لي اشتراك وتتفرج على الفيديوهات اللي عندي، يبقى انت كده فعلا بتحب هاني الشريف وبتدعمه. طبعا قررت ان انا بعد ما قعدت افكر كتير ايه الحاجة اللي انا ممكن اقدمها للناس والناس تستفاد منها. قعدت افكر في حاجات كتيرة جدا لغاية ما في يوم من الايام وانا ساجد في قيام الليل ودعيت ربنا سبحانه وتعالى الصفحة بتاعتي ديت يا تنجح يا اما يا رب خدها بعيد عني، لان انا خلاص تعبت. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد بإن صفحتي تشتغل، وأراد بإن صفحتي يبقى عليها الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا وبركة حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النت وقف معايا، فأنا شايف إن الرسالة يعني الشبكة رجعت تاني. أهلا وسهلا بكم مرة تانية أحبابي وأحباب الله المتابعين الجميلة اللي موجودة على صفحتي. والله أنا بحبكم لله في الله، وإن كل متابع موجود عندي على صفحتي أنا بخش وبشوف المتابعين وبرحب بيهم وبدعي لهم بكل دعوة حلوة من قلبي، وربنا يعلم بكده. طبعا الصفحة بتاعتي حضراتكم بعد انقطاع الفيديو هنكمل موضوعنا. أنا لما قعدت أفكر اعمل محتوى يفيد الناس، قعدت افكر طب اعمل ايه؟ التكنولوجيا مش نافعه، صيانه موبايل مش نافعه، صيانه شاشات مش نافعه، عندي مواهب كتيره جدا بحاول اخرجها مش نافعه. طب اعمل ايه؟ طيب افكر في ايه؟ تعبت جدا. انا عامل الصفحه دي بقالها فتره جديده، وعامل قناه على اليوتيوب داخل على من 2016 لحد الان، وناس كتيره يعني عماله تنجح في حاجات تافهه وحاجات يعني مش عارف طب ايه الحكايه. فقررت ان انا بعد طبعا ما دعيت ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني يا اما الصفحة بتاعتي تشتغل وقناتي تشتغل ويبقى ليا في السوشيال ميديا والكلام ده، يا اما يا رب ابعد الحاجة دي بعيد عني. لكن ربنا عالم ان انا نيتي بتبقى صافية. قعدت افكر وافكر لغاية ما لقيت الفكرة. قلت طب ليه ما اعملش محتوى يفيد الناس برضك، ومن الناحية التانية الناس تقول رأيها في المحتوى او تقول رأيها في الفيديوهات والحاجات اللي انا هعملها بكل صراحة.
وايه الافادة للناس هنا؟ فطبعا قعدت افكر، لقيت ناس كتيرة جدا على المنصات. طبعا على السوشيال ميديا في حاجات كتيرة جدا، في حاجة اسمها تيك توك، وفي حاجة اسمها كواي، وفي حاجة اسمها يوتيوب شورتس، وفي حاجة اسمها ليرز، وفي حاجة معرفش اسمها شنب، معرفش سناب شاب ولا معرفش، حاجات كتيرة جدا الناس بتعمل فيديوهات عليها عشان خاطر تربح منها فلوس. المقصود من كل الشغل على السوشيال ميديا ان اي حد عامل محتوى او عامل صفحة على الفيسبوك او على التيك توك او على كواي او على اي حاجة من المنصات المعمولة ديت، سواء شباب سواء بنات سواء اطفال، كله دوت بيبص ان هو عايز يكسب من الانترنت، عايز يكسب بأي طريقة، عايز يجيب فلوس بأي طريقة. فطبعا هنا للأسف في ناس بتبقى جهلة فبتفكر غلط، في ناس بتبقى عمية فما بتشوفش قدامها. يعني لما قعدت افكر كتير وانا بقلب في التيك توك وكواي واليوتيوب والحاجات ديت، لقيت فيديوهات كتيرة جدا مش عجباني، فيديوهات ناس محترمة جدا، بنات محترمة، شباب محترمة، شيوخ محترمة، كبار في السن، ناس كتيرة جدا عاملة فيديوهات تافهة جدا وبتنزلها على الانترنت بنيتهم ان هم اساسا فاكرين لما يقفلوا الباب على نفسيهم وينوروا اضاءة ان كده خلاص مفيش حد شايفهم. اللي قافل الباب عشان خاطر اهله ما يشوفوش وهو بيصور، مش عارف ان هو الفيديو اللي عامله بس مباشر دوت هو عامله للعالم كله، هو عامل فيديو بس مباشر للعالم كله. انت قافل الشباك وقافل البلكونه وقافل الباب عشان امك ما تشوفكش، عشان ابوك ما يشوفكش، عشان اخواتك عن اهلك ما يشوفكش، وناسي حاجه مهمه جدا، ان العالم كله بيشوفك لان انت عامل فيديوهات وبتعرضها على العام ده يعني كل الناس بتشوف الفيديوهات ديت. فقررت ان انا اعمل المحتوى بتاعي دوت ان الناس تقول رأيها في الاشخاص ديت. لما قعدت ابحث كتير وكتير وكتير، وطبعا مشكورا والف الف الف شكر لاداره الفيسبوك، الشركه الجميله المحترمه، ان هي سمحت ليا ولصفحتي ان هي تقدم محتوى زي دوت وبيكافئوني على حاجه زي كده. انا بشكر اداره الفيسبوك من اكبر واحد لاصغر واحد، الف شكر ان هو سمح ليا ان انا اقدم محتوى زي دوت. المحتوى دوت اللي انا قدمته انا مش مقدمه بغرض ان انا اسيء للشخص اللي عامل الفيديو دوت، ولا انا مقدمه عشان خاطر اضحك واهزر واعمل على الشخصية اللي مقدمة الفيديو ده، لا بالعكس خالص. انا قررت ان انت كشخص دلوقتي عامل محتوى على التيك توك وعلى كواي والكلام ده، ولما بشوف الفيديوهات بتاعتك وانا بقلب في الموبايل زي اي حد ماسك الموبايل وبيقلب فيه، الاقي فيديو من فيديوهاتك عامل معاك 1,000,000 مشاهدة، 2 مليون مشاهدة على مستوى العالم. انتظروني لحظة واحدة، انا اسف. انا اسف على انقطاع البث، بس هي كانت جات لي كده تليفون، فطبعا انا فاتح من الباقه بتاع التليفون بتاعي فعشان كده الاتصال انقطع. فانا طبعا حضراتكم قررت ان انا اخد من كل واحد عامل محتوى سواء على اي منصه من منصات الانترنت وانزل ليه فيديو على صفحتي، واترك الرأي للمتابعين المحترمين اللي ربنا يا رب يكرمكم جميعا ويبارك في أولادكم ويجعل أولادكم ذرية صالحة، اللهم أمين يا رب العالمين. قررت ان انا اقدم الفيديوهات ديت لحضراتكم على صفحتي، مش من المقصود من ان انا اقدم الفيديوهات بتاعتي ان انا اضحك او اتريق او يعني او المقصود من ان انا اهين مثلا الشخص اللي منزل الفيديو دوت ولا كذا ولا كذا، لا 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 اطلاقا اطلاقا. كل الموضوع انا ما ازعلش لما يجي واحد ياخد فيديو من عندنا من على صفحتي او من على قناتي وياخد يعمل عنه اعلان عنده على قناته او صفحته ويتكلم عني، بس ما يغلطش فيا، يتكلم عني بس ما يغلطش فيا. ده بالعكس، ده لما ياخد فيديو من عندي ويشهره عنده ده شهرة لي انا، ده شهرة القناة انا،
ليه؟ لان هو اكيد الشخص دوت عنده متابعين، عنده مشتركين، فدي حاجه لي انا كويسه ان انت بتشهرني. فمستحيل ان انا هعمل لك مثلا هقفل لك الصفحه بتاعتك مثلا، ولا مستحيل مثلا ان انا هعمل لك مثلا مخالفه فكريه ولا كلام من دوت، لا اطلاقا. بالعكس دي حاجه بتبقى يعني مصلحه لي انا. فقررت ان انا اعمل حاجه في المحتوى دوت، ان انا اخلي المحتوى دوت محتوى اسميه اكتشاف الموهوبين المبدعين، فيديوهات من على الانترنت. قررت ان انا اخلي المحتوى فيديوهات من على الانترنت، اكتشاف الموهوبين المبدعين، واخد من كل محتوى فيديو وهعرضه على صفحتي. ومن هنا لو انت الفيديو بتاعك كويس وانت صفحتك مش معروفة، المتابعين اللي عندي هيتفرجوا على الفيديو بتاعك عندي، سواء انت واحد او واحدة ست او غيره. انتظروني لحظة واحدة وهرجع لحضراتكم مرة تاني. انا اسف، لحظة واحدة وهرجع لحضراتكم مرة تاني. الشبكة ضعيفة خالص والتليفون هيفصل شحن، معلش.